السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي، يا رب دايما تكونوا بخير. بعد ما شرحنا آخر محاضرة عندنا في الباب الأول بالكامل، جه دور الحل يا صديقي. هنحل الباقي من تدريبات الدرس الثالث من كتاب الامتحان والوافي، وهنحل تدريبات الدرس الرابع كمان. هو ده هيتقسم لك على جزئين، جزء اللي هو تدريبات الدرس الثالث وجزء تدريبات الدرس الرابع. هو خفيفة إن شاء الله. احنا اول حاجه بحب افكرك ان احنا بنشرح المنهج كامل على قناه اليوتيوب، وبنحل كتاب الامتحان والوافي والتقييمات الاسبوعيه. وما تنساش يا صديقي تتابع قناه اليوتيوب عشان هينزل معسكر الانقاذ بتاع الباب الاول، ضروري جدا. لو انت مش عارف اي حاجه في الباب، او حتى عايز تفتكر، او حتى عايز تزود حل، احنا مقدرين ده كله يا صديقي وحاطينه في المعسكر. والمعسكر حرفيا مترتب على كل واحد واحتياجاته. هو مش معسكر واحد، هو لثلاث طلاب: طالب ما خدش اي حاجه، طالب ناسي، طالب عايز يحل بس. كل واحد له فيديوهات مخصصه ليه يا صديقي. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتخش جروب التليجرام اللي هتلاقيه في الديسكريبشن علشان هينزل فيه كل التفاصيل. وكمان هينزل فيه امتحان شامل على الباب الاول بالكامل، واول 3 هيقفلوا يا صديقي ليهم الباب الثاني بالكامل برايفت مجانا، بعيدا عن الفيديوهات اللي احنا بننزلها على اليوتيوب. ده بيبقى لايف كده بيني وبينه، بشرح له الباب بالكامل يا صديقي. ده كله مجانا يا صديقي. يلا نبدا، بسم الله. اول حاجه احنا محلناش اسئله الازهر، هنحلها دلوقتي، وبعدين هنكمل اسئله الاخطر والاسئله المقاليه. اول سؤال بيقول: اكتب الاسم الدال على كل عباره من العبارات الاتيه. ازواج الالكترونات المتواجده في اوربيتالات الذره المركزيه لجزيء المركب التساهمي تتوزع في الفراغ بحيث يكون التنافر بينهما اقل ما يمكن لتكوين الشكل الاكثر ثباتا. يا مستر دي كانت نظريه فيسيبر لو تفتكر. ايوه يا مستر، اللي هي نظريه تنافر أزواج الإلكترونات. الشكل المعبر عن مناطق الكثافة الإلكترونية لجزيء المركب التساهمي. هو احنا كنا بنحسب ايه بمناطق الكثافة الإلكترونية؟ بنحسب ترتيب الأزواج لو تفتكر، يبقى الإجابة هتكون ترتيب الأزواج. احنا يا صديقي احنا مش بنحل السؤال وخلاص، انا بشرحه لك بالتفصيل كأنه أول مرة بإذن الله. الشكل الفراغي للجزيئات التي تتضمن زوجين من الإلكترونات الارتباط فقط. مع زوجين ارتباط فقط يعني AX2. AX2 ده كان الشكل الفراغي خطي والترتيب خطي. هو بيسأل على ايه؟ بيسأل على الشكل الفراغي، يبقى هقول له خطي. هذه الإجابة يا صديقي. الشكل الفراغي للجزيئات التي تتضمن 3 أزواج ارتباط فقط يعني AX3. طب ما هو AX3 ده كان شكله الفراغي مثلث مستوي وترتيب الأزواج مثلث مستوي. طيب هما ليه ترتيب الأزواج مساوي للشكل الفراغي؟ علشان لحد دلوقتي ما ظهرش أي أزواج إلكترونات حرة، يبقى الشكل الفراغي مثلث مستوي. الشكل الفراغي للجزيئات التي تتضمن زوجين من الإلكترونات الارتباط وزوج من الإلكترونات الحرة يعني AX2E. مستر AX2E ده كان الشكل زاوي والترتيب مثلث مستوي. يعني أنا هسأل نفسي هو بيسألني على إيه؟ الشكل الفراغي ولا ترتيب الأزواج؟ هو هنا سألني على الشكل الفراغي، فهقول له زاوي. الشكل الفراغي للجزيئات التي تتضمن 4 أزواج ارتباط فقط، 4 أزواج ارتباط فقط زي المثال كان AX4. ده كان الشكل الفراغي مساوي لترتيب أزواج الإلكترونات علشان ما عنديش إلكترونات حرة، فكده AX4 يا مستر دي كده الشكل الفراغي أو ترتيب أزواج الإلكترونات هو رباعي الأوجه. تعال نكمل. الشكل الفراغي للجزيئات التي تتضمن 3 أزواج ارتباط وزوج حر. 3 أزواج ارتباط وزوج حر يعني AX3E. ده كان الشكل الفراغي هرم ثلاثي القاعدة وترتيب أزواج الإلكترونات رباعي الأوجه. هو سألنا على إيه؟ عن الشكل الفراغي، فأقول له هرم ثلاثي القاعدة. نكمل. الشكل الفراغي للجزيئات التي تتضمن زوجين ارتباط وزوجين حر. زوجين ارتباط وزوجين حر زي المية كان AX2E2. كان الشكل الفراغي زاوي وترتيب أزواج الإلكترونات رباعي الأوجه. تعال نكمل. رابطة كيميائية تنشأ بين ذرة مانحة وأخرى مستقبلة لزوج أو أكثر من الإلكترونات. يا مستر دي كانت الرابطة التناسقية. أيوة يا مستر، التناسقية دي هي ذرة بتدي زوج ارتباط أو أكتر
لذرة تانية عندها اوربيتالات فارغة. طب الذرة اللي بتدي زوج ارتباط دي كان اسمها ذرة مانحة. طب الذرة اللي عندها اوربيتال فارغ بتقعد الالكترونات فيه اسمها ذرة مستقبلة. تعال نكمل. رابطة كيميائية يكون فيها مصدر زوج الالكترونات احدى الذرتين التناسقية. بقول لك ايه يا مستر، هو ايه الفرق ما بين الرابطة التناسقية والرابطة الهيدروجينية، الرابطة التساهمية؟ الرابطة التناسقية يا صديقي، انا عندي ذرة هي اللي بتدي كل ازواج الالكترونات، وذرة هي اللي بتسكن الازواج الالكترونات، هي اللي عندها اوربيتال فارغ بيسكن فيه ازواج الالكترونات. انما الرابطة التساهمية ده اللي بيحصل، ده انا ذرة بتشارك بإلكترون وذرة تانية بتشارك بإلكترون. يعني انا عندي في الرابطة التساهمية الاتنين بيشاركوا بإلكترونات، بينما التناسقية واحدة بس اللي بتدي كل الإلكترونات والتانية اللي بتستقبل الإلكترونات في الأوربيتالات الفارغة. أيون موجب ينشأ عن ذوبان الأحماض في الماء كان H3O. طب قول لي ليه؟ لو جينا ادينا مثال H، يعني مثلا هتذوبنا حمض الهيدروكلوريك في المية. طب ما هو الأحماض لما بتدوب في الماء يعني ايه حمض؟ هي مواد تتأين في الماء معطية، مواد تذوب في الماء معطية أيونات ال H الموجب، يعني هتديني H موجب زائد هو المفروض ان ال H الموجب ده دايب في مية يعني H2O. فايه اللي هيحصل يا صديقي؟ ال H2O ارسمها لي كده، O معاها 2 H وعنده زوجين حرين، وانا عندي H موجب. هو ال H الطبيعي عنده الكترون واحد بس، ولكن ده H موجب يعني فقد الالكترونات اللي عنده كلها، بقى عنده اوربيتال فارغ اللي هو في ال1s. الاكسجين هتطمع، هتقول له يا هيدروجين انت عندك اوربيتال فارغ ملوش لازمه، ايه رايك لو انا جيت خدته وقعدت زوج الالكترونات بتاعي الفاضي ده عندك؟ هيقول لها بشرط. ايه هو الشرط؟ ان احنا نتكون مع بعض، ننسجم مع بعض، نعمل رابطه مع بعض، نبقى كيان واحد. قالت له موافقه. الكيان الواحد هيبقى رمزه ايه؟ H3O، اسمه ايون الهيدرونيوم. فاكروا ايون الهيدرونيوم ده كان H3O يا صديقي. تعال نكمل. الرابطة الكيميائية التي تنشأ بين جزيء الماء وبروتون الحمض، ما هو H3O برضو كانت رابطة تناسقية. اصل هو بروتون الحمض ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن H بس فقد الكترون بقى اسمه H موجب، ده اسمه بروتون الحمض. هنكمل. الرابطة الكيميائية التي تنشأ بين جزيء النشادر وبروتون الماء، جزيء النشادر كان NH3. اللي بيحصل النشادر ده كان عنده زوج حر، ولكن انا عندي بروتون الميه اللي لسه قايله لك اللي هو H موجب، اللي هو ما عندوش اي الكترونات، عنده اوربيتال فارغ. النيتروجين هيطمع في الاوربيتال الفارغ، فهيقول للهيدروجين عايز احط الالكترونات بتاعتي عندك. هيقول لها بشرط ان احنا نتكون مع بعض، نشارك مع بعض، نبقى كيان واحد، نعمل رابطه واحده. قالت له موافقه، بس الرابطه دي طالما انا اديت لك كل ازواج الالكترونات وانت اديتني الاوربيتال الفارغ اسمها رابطه تناسقيه، يبقى هي الاجابه هتكون رابطه ايه؟ رابطه تناسقيه يا عزيزي. اكمل. تختلف نقط جزيئات المركبات التساهميه تبعا لعدد ازواج نقط الموجوده حول الذره المركزيه. دي كانت بتختلف ايه؟ اللي بيختلف تبعا لعدد ازواج معينه. بص اللي نعرفه ان انا عندي الشكل الفراغي بيختلف تبعا لعدد الازواج الحرة، يبقى الاجابة هتكون الشكل الفراغي وتبعا لعدد ازواج الحرة. ليه؟ اصل مثلا AX3 ما كانش عنده ازواج حرة فالشكل كان مثلث مستوي، بينما AX2E بقى عنده زوج حر بقى الشكل زاوي. كذلك الامر مع AX4 كان رباعي الاوجه، بينما AX3E بقى عنده زوج حر فالشكل الفراغي اختلف بقى هرم ثلاثي القاعدة، وهكذا وهكذا. تعال نكمل. الصيغة الكيميائية الصيغة المعبرة عن الشكل الفراغي للجزيء التساهمي يمثل فيها الرمز A نقط والحرف X رمز الذرة نقط. بقول لك ايه، هو اصلا الرمز العام كان اسمه ايه؟ AXNEM. كانت الايه بقول عليها الذرة المركزية، بينما الاكس الذرة الطرفية، بينما الان عدد الذرات الطرفية، والاي بتعبر عن الازواج الحرة، والام هي عدد الازواج الحرة. طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه ده رمز ايه؟ ايه ده رمز الذرة المركزية يا صديق؟ الذرة
المركزية. والحرف اكس، الحرف اكس ده رمز الذرة الطرفية، والان هي عدد الذرات الطرفية، والاي بص السؤال اللي بعده، الصيغة المعبرة عن الشكل الفراغي الجزيئي التساهمي يمثل فيها الرمز اي الازواج الحرة، الازواج الحرة. والحرف ام عدد الازواج الحرة برضو. تعالى نكمل. الاختصار AX2، AX2 ده لسه قايلينه في اسئله اللي هي اكتب ما تدل عليها العباره الاتيه. كانت AX2 ده شكل فراغي خطي، وترتيب الازواج خطي برضو، كانت الزاويه 180. بينما الاختصار AX3 يعبر عن جزيء شكله الفراغي، AX3 كان شكله الفراغي مثلث مستوي، وترتيب الازواج علشان انا ما كانش عندي ازواج حره فترتيب الازواج مثلث مستوي برضو. الاختصار AX2E ده انا بقى عندي ازواج حرة، معنى كده ان ترتيب الازواج مختلف عن الشكل الفراغي. AX2E كان الشكل الفراغي خطي، بينما ترتيب الازواج خلينا نفتكر، انا مش هحل السؤال بس انا بشرح القاعدة، بينما ترتيب الازواج كان مثلث مستوي. بينما الاختصار AX4 يعبر عن جزيء شكله الفراغي، AX4 هل عنده ازواج الكترونات حرة؟ لا، فبالتالي ترتيب الازواج هو شكل الفراغي هو رباعي الاوجه. الاختصار AX3E يعبر عن جزيء شكله الفراغي، AX3E بقى عندي ازواج الكترونات حرة، الشكل الفراغي في AX3 كان هرم ثلاثي القاعدة، بينما ترتيب الأزواج رباعي الأوجه. بينما الاختصار AX2E2 ده كان زي المية شكله الفراغي زاوي، وترتيب الأزواج رباعي الأوجه. الاختصار AX2 يعبر عن جزيء يتضمن عدد نقط من أزواج الإلكترونات النقط. مش هو AX2 ده عبارة عن مرتبطة ب2X وما عنديش ازواج حرة في الذرة المركزية؟ يبقى هو يتضمن عدد زوجين من الازواج الالكترونات المرتبطة، عشان عندي 2 بيرتبطوا ببعض. تعال نكمل. الاختصار AX3 ده انا عندي 3 ازواج ارتباط، يبقى هي 3 ازواج من الكترونات الارتباط. طب AX2E ده كان شكله الفراغي اللهم ذكرني، كان شكله الفراغي زاوي زي مين؟ SO2 ده كان عبارة عن كبريت معاه 2 أكسجين ومعاه زوج حر، يبقى هو يتضمن زوج من الإلكترونات الحرة. بينما الاختصار AX2E2 ده زي المية اللي لسه رسمينها، تعالى نرسمها تاني عشان انت نسيت. اللي هو عبارة عن أكسجين معاها 2 هيدروجين ومعايا 2 حرين، يبقى عندي 2 حر و2 ارتباط. يعبر عن جزيء يتضمن نقط من الإلكترونات المرتبطة، ده أنا عندي زوجين برضو، زوجين من الإلكترونات المرتبطة. يعبر عن جزيء SO2 لسه رسمينها كان AX2E، وجزيء H2O ده كان لسه رسمينها برضو AX2E2. الشكل الفراغي لجزيء الأمونيا، جزيء الأمونيا اللي هو NH3 كان عبارة عن نيتروجين معاه 3 هيدروجين وزوج حر، ده كده AX3E ده كان شكله الفراغي هرم ثلاثي القاعدة. بينما ترتيب الأزواج بناء على عدد مناطق الكثافة الإلكترونية، أنا عندي 4 مناطق كثافة إلكترونية، يبقى ترتيب الأزواج رباعي الأوجه. أوضحت نظرية فيزيبر أن أزواج الإلكترونات نقط تتحكم في تحديد قيم نقط بين الروابط. كانت الأزواج الحرة، لو تفتكر الأزواج الإلكترونات الحرة اللي بتتحكم في تحديد قيم الزوايا، كل ما أزواج الإلكترونات الحرة بتزداد قيم الزوايا بتقل. وادينا مثال على كده إن الميثان CH4 كانت الزاوية 109.5، بينما النشادر NH3 كان عنده زوج حر فالزاوية هتقل فبقت 107.5. طيب ما انا اديني مثال كمان، المية H2O كان فيها زوجين حرين فبقت الزاوية 104.5 يا صديقي. تعال نكمل. قوى التنافر بين زوج حر وزوج ارتباط تكون أكبر من قوى التنافر بين زوجين نقط وأقل من قوى التنافر بين زوجين نقط.
بص يا صديقي، احنا قلنا اعلى حاجه في التنافر الازواج الحره، واقل حاجه الازواج المرتبطه. هو مديني حاجه في النص، اللي هو التنافر ما بين زوج حر وزوج ارتباط، ده بيبقى اعلى من زوجين ارتباط، لان الارتباط دول اقل حاجه، واقل من ايه؟ هو التنافر بين زوجين حرين، لان الزوج الحر ده بيبقى اعلى حاجه. تعال نكمل. الزاويه بين الروابط في جزيء الامونيا اللي هو NH3 اللي هو النشادر كان 107 ونص، 107 بس معلش، كان 107. بينما وبين الروابط في جزيء المية كان 104 ونص. الزاوية بين الروابط في جزيء النشادر، طب ما هو في جزيء النشادر 107، بينما في جزيء الماء كان 104 ونص. ده ماشي. الزاوية بين الروابط في جزيء النشادر بيبقى أكبر مما يلي في جزيء الماء وأقل في جزيء الميثان. ليه؟ لأن النشادر عنده زوج حر، فبالتالي الزاوية هتكون أكبر من المية، علشان المية عندها زوجين حرين، وكل ما تزيد عدد الأزواج الحرة كل ما تقل الزاوية بين الروابط. طيب جزيء الميثان ما عندوش أزواج حرة، فبالتالي هو الأعلى في الزوايا. جزيء BeF2 و CO2 لهما شكل فراغي. BeF2 أو CO2 كان بهذا المنظر، ده كان AX2 ده الشكل الفراغي خطي، بينما H2O و SO2 لهما الشكل الفراغي كان زاوي. لو تفتكر أصل ال H2O AX2E2 وده كان شكله فراغي زاوي، و SO2 AX2E فبرضه كان زاوي. هنكمل. CCl4 و CH4 شكلهم الفراغي دول على الشكل بتاع AX4، يبقى كده وش رباعي الأوجه، ويعبر عنهما بالاختصار AX4 يا صديقي. جزيئات النشادر والBH3 شكلهم الفراغي، النشادر لسه هيقولك AX3E، فالشكل الفراغي هرم ثلاثي القاعدة، مش لازم نكتبها بقى، ويعبر عنه بالاختصار AX3E. جزيء BF3 و BH3 يتفقان في ايه ويختلفان في ايه؟ طب احنا عشان نحل السؤال ده لازم نرسم BF3 و BH3 ونشوف هما متفقين في ايه ومختلفين في ايه. بص ال BF3 هو البورون في المجموعة 3A، يعني حوالينه كام الكترون؟ 3. ده 1 2 3، والثلاثة كلهم عاملين روابط مع الفلور. هل عندي أزواج حرة؟ لا يا مستر، الثلاث إلكترونات كلهم عاملين روابط. بينما ال BH3 البي من المجموعة 5A 2 8 5، يعني حوالينه 5 إلكترونات في غلاف التكافؤ، يعني حوالينه 5 نقط. أدي نقطة 2 3 4 5، 3 منهم عاملين روابط مع الهيدروجين، واتبقى عندي زوج حر. يبقى هم متفقين في ايه؟ في عدد الازواج المرتبطة، ومختلفين في عدد الازواج الحرة. يبقى الاجابة متفقان في عدد الازواج المرتبطة ويختلفان في عدد الازواج الحرة. هنكمل. يتفق جزيء AlCl3 مع NCl3. بقول لك ما تيجي نحلها بسرعة. هو استبدل البورون بالألومنيوم عادي عشان في نفس المجموعة، واستبدل الفلور بالكلور عادي عشان في نفس المجموعة، يعني فيها 3 أزواج ارتباط و0 حر. صديقي لو مش فاهم ارجع لحصة الشرح، احنا قلنا ان العناصر اللي في نفس المجموعة نقدر نبدلهم ببعض من غير ما يختلف اي حاجة. ارجع لحصة الشرح اللي في المحاضرة الرابعة، قلنا ده كله بالتفصيل. دي كانت تريكات حلت، خلينا نحل بسرعة. مع الجزيء BH3 برضو عمل نفس الكلام، استبدل الفوسفور بالنيتروجين، ما هما الاثنين في نفس المجموعة، واستبدل الهيدروجين بالكلور عادي جدا. يبقى كده متفقان في المرتبطة ويختلفان في الحرة. تنشأ الرابطة التناسقية بين ذرة مانحة لزوج أو أكثر وذرة مستقبلة لهذه الأزواج. هنكمل. تنشأ الرابطة التناسقية في أيون الهيدرونيوم بين أيون الهيدرونيوم دي كان بتنشأ ما بين، كان عندي الأكسجين عنده زوج حر، فبيعمل رابطة تناسقية مع أيون الهيدروجين بتاع المية، أيون الهيدروجين بتاع الحمض. يبقى بين ذرة أكسجين جزيء الماء وهيدروجين الحمض. تنشأ رابطة تناسقية بين في أيون الأمونيوم، لسه راسمها لك، كان النيتروجين عنده زوج حر، فبيعمل رابطة تناسقية مع هيدروجين الحمض أو بروتون المية. يبقى ايه اللي بيحصل؟
ايون الامونيوم بين ذرة النيتروجين الجزيء وبروهيدروجين بتاع بروتون المية. او معلش خلينا نرسمها واحنا كده قررناها غلط. هو ما بين النيتروجين والهيدروجين فعلا، بس تنشأ الرابطة التناسقية في ايون الامونيوم بين ذرة ان جزيء وبروتون ماء. يبقى جزيء اسمه الجزيء ده اسمه الامونيا او النشادر، يبقى جزيء النشادر او الامونيا. تعال نكمل. المركبات الهيدروجينية لعناصر المجموعة نقط تكون روابط هيدروجينية مع نقط. كانت المجموعة 5A بتعمل روابط هيدروجينية مع المية، صح ولا لأ؟ بس هقولك ال 5A زي النشادر او الامونيا. مش قلنا النشادر ده لما بيدوب في الميه فهيدروجين الميه بيعمل رابطه تناسقيه مع النيتروجين؟ فكده الاجابه 5A مع الميه. ممكن نقول برضو ايه؟ ممكن نقول المركبات الهيدروجينيه لعناصر المجموعه 6A زي الاكسجين تكون رابطه تناسقيه مع هيدروجين الحمض. يعني ايه يا مستر؟ انا مش فاهمك، انت كده لخبطتني يا عم. لا بلخبطك ولا حاجه، خلينا بس كده نجيب صفحه كده جديده ونعمل. احنا قلنا اللي بيعمل رابط هيدروجينيه نف او نفو، اللي هي ان نيتروجين وفلور واكسجين. فانا ممكن اقول لك اديتك من الامثله النشادر مع الميه هيدروجين الماء، صح ولا لا؟ كان ساعتها النيتروجين عنده زوج حر بيعمل منه رابطه تناسقيه مع الهيدروجين. دي اول حاجه. تاني حاجه الميه نفسها H2O، فاكر اللي هي ذوبان الاحماض في الماء؟ كان الاكسجين بيعمل رابطه تناسقيه مع هيدروجين الحمض. بس كده. فممكن نقول مجموعه 6 عشان الاكسجين مع هيدروجين الحمض عادي جدا. تعال نكمل. تنشأ الرابطة التناسقية في جزيء كلوريد الألومنيوم السائل بين ذرة نقط المانحة في جزيء AlCl3 وذرة نقط في جزيء آخر مماثل. بقول لك ايه، لو تفتكر لما انا جيت رسمتها لك قلت لك ان الكلور عنده ازواج حرة كتير قوي، فده الذرة المانحة، بينما الألومنيوم عنده اوربيتالات فارغة كتير قوي، فدي الذرة المستقبلة. يبقى بيقول لك ايه؟ بين ذرة نقط المانحة يبقى الكلور وذرة نقط في جزيء آخر اللي هو الألومنيوم. يتضمن الجزيء الواحد من أيون الهيدرونيوم عدد نقط رابطة. هتيجي نشوف. هو كان H3O صح؟ في الأصل كان عندي O معاها 2H. حلو. وعملت رابطة تناسقية مع الهيدروجين وعندي زوج حر. أنا كده عندي 2 رابطة. ليه؟ هقولك. أنا عندي رابطتين تساهميتين وعندي رابطة تناسقية. هو دلوقتي بيسأل على الأنواع ولا العدد؟ لو قال لي على الأنواع أنا عندي نوعين. إيه هما؟ عندي رابطتين تساهميتين فكده نوع، وعندي رابطة تناسقية يبقى أنا كده عندي نوعين. طب لو عدد عندي 3، 2 تناسقية 2 تساهمية وواحدة تناسقية. هو بيسأل على إيه؟ عدد الروابط. عدد الروابط هيكون 3 مش 2، بس لو سألني على الأنواع هيبقى 2. أتمنى تكون فهمت يا صديقي. بينما يتضمن الجزيء الواحد من جزء من هيدروكسيد الألمنيوم هو إيه؟ هيدروكسيد الألمنيوم ده عبارة عن NH4OH. ده فيه روابط كتير قوي. تعال نشوف الأول أنواع الروابط وبعدين نشوف عدد الروابط. بس يا صديقي امسح بس ده كده خالص، خلينا كده نعملها كده على راحتنا. أهم حاجة إن إحنا نفهم ونحل السؤال بالتفصيل، علشان لو أنت مش فاهم أي حاجة تكون الفيديو كافي جدا ليك. بص يا صديقي، NH4 عبارة عن N معاها 3 هيدروجين برابطة تساهمية وواحدة هيدروجين برابطة تناسقية، وده كله أيون موجب. طب ما أنا عندي الأكسجين والهيدروجين O مع H يا صديقي. O مع H دي رابطة تساهمية برضو. خلي بالك ده كله أيون موجب. أيون سالب عذرا لأن أيون الهيدروكسيد ده سالب. هو مش أيون موجب، هو أيون سالب، رابطة أيونية. يا صديقي أنا كده عندي أنواع روابط كتيرة جدا. ده أنا عندي روابط تساهمية
وعندي روابط تناسقية وعندي روابط أيونية. يبقى أنا كده عندي 3 أنواع. بينما عدد الروابط بص أدي رابطة تساهمية، 2 تساهمية، 3 تساهمية، 4 تساهمية. أنا كده عندي 4 تساهمية وعندي واحدة تناسقية، يبقى أنا كده بقى عندي 5 روابط. وعندي واحدة أيونية بقى عندي 6 روابط. يبقى هيدروكسيد الأمونيوم ده عنده عدد 6 روابط يا صديقي. وده يعتبر سؤال إلى حد ما تقيل شوية لأن هو بيراجع لك على كل اللي فات، الرابطة التساهمية والتناسقية والأيونية. خلينا نمسح ونرجع لكم تاني. ما المقصود بنظرية تنافر إلكترونات التكافؤ؟ تعالى نرجع كده عشان هي أصلا اتحلت، مش هفضل أقولها كل شوية. بص، هي أزواج الإلكترونات، هتلاقي سؤال واحد هنا اهي، هي أزواج الإلكترونات المتواجدة في أوربيتالات الذرة المركزية لجزيء المركب التساهمي تتوزع في الفراغ بحيث يكون التنافر بينهما أقل ما يمكن لتكوين الشكل الأكثر ثباتا للجزيء. ده أول سؤال. تاني حاجة، الرابطة التناسقية. ايه هي الرابطة التناسقية؟ ارجع كده، ارجع هتلاقيها في سؤال 9. هي رابطة كيميائية تنشأ بين ذرة مانحة وأخرى مستقبلة لزوج أو أكثر من الإلكترونات. هنكمل. ما العلاقة بين عدد أزواج الإلكترونات الحرة في الجزيء التساهمي وقيم الزوايا؟ قلنا العلاقة عكسية، كل ما زادت عدد أزواج الإلكترونات الحرة كل ما قلت عدد الروابط يا صديقي، كل ما قلت الزوايا. يعني أنا عندي الزوج الحر ده كل ما بيزيد كل ما الزوايا بتقل. طب كل ما الزوايا تقل يبقى الأزواج الحرة بتزيد، وهكذا. رتب المركبات التالية تصاعديا حسب قيم الزوايا يا صديقي. BeF2 ده كان على الشكل AX2. AX2 ده لو بص BeF2. طب يا مستر اعتبرنا انا يا مستر مش مذاكر. بص، BE هو عبارة عن بريليوم 4 وزعهولي 2 يعني حوالي كام الكترون؟ 2 1 2 ومرتبط ب2 فلور. يبقى كده على الشكل AX2 يعني خطي يعني الزاوية اللي ما بينهم 180. يبقى كده أول حاجة إن الزاوية 180. بينما تعالى مثلا CH4 ده كان على صيغة AX4 وكنت لسه قايلها لك من شوية، ما عندهوش أزواج حرة فكانت الزاوية 109.5. حلو. بينما النشادر NH3 كان عنده زوج حر كان على الصيغة AX3E فكانت الزاوية 107. تعال نكمل. بينما المية H2O كان عنده زوجين حرين فكانت الزاوية 104.5. يبقى الترتيب كالآتي: BeF2 هو أول واحد، وبعديها الميثان، وبعديها النشادر، وبعديها المية يا صديقي. كده احنا كده خلصنا أسئلة أزهر كلها يا صديقي. تعال نرجع بقى ونحل أسئلة الرابطة التناسقية بتاعت الإخضر. تعالى بقى يا صديقي، الأسئلة اختر كنا حلينا لحد 41، هنبدأ من أول 42 اللي هي الرابطة التناسقية. تتكون الرابطة التناسقية بين ذرتين بين ذرتين، واحدة بتدي أزواج الإلكترونات كلها الحرة والتانية بتستقبل. يبقى الإجابة هتكون ألف، إحداهما تمنح زوج إلكترونات والأخرى مستقبلة لهذا الزوج. هنكمل. عند ارتباط جزيء النشادر مع بروتون موجب اللي هو NH3 في زائد الهيدروجين بتاع المية كان بيدي NH4. كانت رابطة تناسقية لو تفتكر عند إذابة غاز HCl في المية. بالراحة بقى، هو غاز HCl ده هو غاز حامضي ولا قاعدي؟ غاز حامضي، فلما يدوب في المية هيعطي أيونات ال H الموجبة، فأيونات ال H الموجبة هتعمل مع المية روابط تناسقية، أو بالظبط بالتحديد أكسجين المية هيعمل معاه روابط تناسقية، ويتكون بين أيون الهيدروجين الموجب وجزيء الماء رابطة تناسقية. الإجابة د. كل المركبات الآتية يمكن أن تكون رابطة تناسقية عند الارتباط بالبروتون ما عدا. بص يا صديقي، BH3 ده عامل زي NH3، هو عبارة عن فوسفور وحوالي 3 هيدروجينات وعنده زوج حر، فالزوج الحر ده يقدر من خلاله ان هو يعمل رابطة تناسقية. طيب بينما ال NH3 في الاختيار ج، انا عارف اصلا من حصة الشرح ان هو بيعمل رابطة تناسقية اوريدي مع المية. طيب H2O كان بيعمل رابطة تناسقية مع بروتون الحمض. طيب ولكن بقى
ولكن HCl ده مستحيل يعمل رابطة تناسقية. ليه يا مستر؟ بص اصلا لو انت خدت بالك الهيدروجين عنده الكترون والكلور عنده 3 ازواج الكترونات. ليه بقى؟ ليه بما انه هو عنده 3 ازواج الكترونات ليه ما يعملش روابط تناسقية؟ هقول لك يا ذكي، ما اصلا HCl ده غاز حامضي، يعني هو اللي بيطلع هيدروجين، هو اللي بيطلع ايونات الاتش الموجبة، مش بياخد ايونات الاتش الموجبة او ما بيعملش معاها رابط، هو اصلا اللي بينتجها، فما ينفعش ان هو يكون رابطة تناسقية يا صديقي. بس كده. تعالى نكمل. الاختصارات التالية تعبر عن جزيئات تمتلك ذرات مانحة للإلكترونات يمكنها تكوين رابطة تناسقية مع عدد. بالراحة، هي الرابطة التناسقية دي علشان أعملها محتاج زوج حر على الأقل. بص بقى، أول اختيار AX3E عندي زوج حر فصح مش هختاره. تعالى ب AX2E عنده زوج حر فمش هختاره. د AX2E2 ده عنده زوجين حرين مش هختاره. بينما ج AX3 اصلا يا مستر هو ما عندوش ازواج حره، ازاي هيعمل روابط تناسقيه؟ تمام هو ممكن يعمل رابطه تناسقيه بس مش هيكون الذره المانحه، هيكون الذره المستقبله. ازاي؟ هتشوف السؤال ده جاي شويه كده. الجزيئات الآتية يمكنه تكوين رابطة تناسقية. يعني عشان أكون رابطة تناسقية محتاج زوج حر. مين في الرسومات دي اللي فيها زوج حر؟ هتلاقي إن ب عندها زوج حر، بينما أ ما عندهوش، وج ودال برضه. هنكمل. أي مما يلي يعبر عن الارتباط الصحيح في أيون الأمونيوم اللي هو NH4. بص يا صديقي، NH4 كان عبارة عن إنه 3H برابطة تساهمية قطبية واحدة H برابطة تناسقية. طيب الالكترونين رايحين لفين؟ رايحين للهيدروجين بس مصدرهم النيتروجين. بص لو خدت بالك من الرسمة ان الالكترونات بتاعت النيتروجين باللون الاحمر بينما الهيدروجين باللون الازرق. يبقى كده بص هتلاقي ان أ الرابطة هنا هيدروجينية، ده كده بيقول لك ان الهيدروجين مشارك بالالكترونات وده غلط. انا عايز الهيدروجين ما يشاركش باي الكترون، انا عايز النيتروجين هو اللي بيدي. بينما ب ده بيقول لك ان الهيدروجين هو اللي بيعمل الرابطه التناسقيه. بص وده غلط برضو. شوف ده هو بيقول لك ان النيتروجين بيعمل رابطه تناسقيه، بس هل السهم بيبقى رايح للنيتروجين ولا خارج منه؟ خارج منه. د داخل منه فمش هينفع، كده هتكون الاجابه ج. الالكترونين جايين من النيتروجين وفي نفس الوقت السهمين طالعين من النيتروجين ورايحين للهيدروجين، ودي الاجابه الصح يا صديقي. بص ده السؤال اللي جيت قلت لك ايه؟ AX3 ممكن تعمل رابطه تناسقيه بس مش هتكون ذره مانحه، هتكون ذره مستقبله. ازاي بقى؟ بص يا صديقي، يرتبط جزيء النشادر بجزيء ثالث فلوريد البورون لتكوين جزيء NH3BF3. ما نوع الرابطه المتكونه بين ذره البورون وذره النيتروجين؟ بص بقى بالراحه. NH0 عباره عن ان معاها زوج حر و3 هيدروجين. طب البورون B معاها 3 أزواج إلكترونات وما عندوش أزواج حرة BF3. ولكن البورون ده في المجموعة 3A عنده أوربيتالات فارغة. إزاي؟ وزعهولي. البورون 5 2 3 2 3 3 توزعه إزاي؟ هيليوم 2 ماشي، أو يا عم بلاش هيليوم 2 أنا كده أصلا هي 1s2 2s2 2b1. خلي بالك ارجع للتهجين. ده اصلا البورون عامل 3 روابط، يبقى المفروض يكون عنده 3 اوربيتالات فارغه. بينما هنا ده هتلاقي ان 2b1 هو عنده اوربيتال واحد فارغ. ايه اللي هيحصل؟ بص ال2s ايه اللي هيحصل؟ ال2s المفروض فيها زوج الكترونات عادي جدا. هيحصل حاجه اسمها تهجين. التهجين هيحصل من ال2s هيروح لل2by، هيتبقى عندي اوربيتال فارغ في 2BZ ده يا صديقي عنده اوربيتال فارغ. النيتروجين هيطمع فيه، هيعوز يعمل رابطه تناسقيه مع البورون. بس كده يا صديقي، هو ده الحل. يبقى الإجابة هتكون رابطة تناسقية والاختيار أ. يبقى كده يا صديقي الإجابة رابطة تناسقية، الإجابة هي أ. يختلف جزيء الماء عن أيون الهيدرينيوم في نقط. بص، جزيء المية كان H2O عذرا، كان O معاها 2 هيدروجين ومعاها زوجين حرين، فالزاوية كانت 104.5. بينما الهيدرينيوم H معاه
او خلينا نرسم الذرة المركزية الاول. او معاها 3 اتش، ومن ضمنهم واحدة برابطة تناسقية ومعاها زوج حر. خلي بالك، هو مش احنا قلنا ان الرابطة التناسقية نوع خاص من الرابطة التساهمية، يعني فيها نفس الخواص؟ يا صديقي معظمهم يعتبر هو نوع خاص بس مش اكتر. يعني اصلا الهيدرينيوم على الصيغة، بص بقى، بناء على الرابطة التساهمية اللي احنا عارفينها، لو دي رابطة تساهمية هيكون على الصيغة AX3E، واصلا الرابطة التناسقية هي رابطة تساهمية، فهيكون ده على الصيغة AX3E. طب ما هو AX3E ده كانت الزاوية 107، يبقى هما مختلفين في ايه؟ الزاوية بين الروابط يا صديقي. بيقول لك نوع التهجين. نوع التهجين بيحسب ازاي؟ بنقول عدد الاوربيتالات المهجنة بيساوي عدد مناطق الكثافة الإلكترونية بيساوي عدد الروابط سيجما زائد الإلكترونات الحرة. ولكن هنا بص في المية، أنا هنا عندي 2 سيجما و2 حر. هنا بقى أنا عندي 3 سيجما لأن هي كانت رابطة تناسقية عادي جدا، وواحدة حر. فبرضو الاتنين بيعملوا 4 اوربيتالات مهجنة، فتهجين من النوع SP3. طب عدد مناطق الكثافة الإلكترونية كلهم 4. ترتيب الأزواج برضو 1 اللي هو رباعي الأوجه. بس كده يا صديقي، هي بس دي الفكرة اللي أنا عايز أقولها لك، إن هي بتناقش الفكرة بتاعت ايه؟ ان الرابطة التناسقية هي نوع خاص من الرابطة التساهمية، ليها نفس الخواص، نفس الزوايا، نفس الشكل الفراغي، نفس ترتيب الازواج، نفس الرابط سيجما ونفس الرابط كل حاجة حرفيا يا صديقي. تمام كده. كل مما يلي يحتوي على روابط تساهمية مصدرها ذرة واحدة ما عدا AlSl3. ليه؟ ايون الهيدرينيوم بيعمل رابطه تناسقيه، والامونيوم رابطه تناسقيه، Al2Cl6 رابطه تناسقيه، لان الثلاث امثله دول انا اديتهم لك في حصه الشرح. بينما AlCl3 كل الروابط تساهميه ما بتعملش روابط تناسقيه لانها على الصيغه AX3. ففين الذره المانحه؟ انا ما عنديش ذره مانحه، مش هينفع يا صديقي. هنكمل. اي مما يلي يعبر عن التغير الحادث في عدد الروابط وقيمه الزاويه على الترتيب عند ارتباط جزيء النشادر ببروتين الماء. بص، جزيء النشادر عبارة عن NH3 عنده زوج حر، ماشي، كان عنده 3 روابط والزاوية 107، بينما تحول ل NH4 N معاها 4 هيدروجين ومن ضمنهم واحدة برابطة تناسقية. عشان انا قلت لك ان الرابطه التناسقيه ليها نفس خصائص التساهميه، يبقى دي على الصيغه AX4 ليها نفس الخواص. AX4 ده ليه 4 روابط زي الميثان وكانت الزاويه 109.5، يبقى عدد الروابط كان 3 بقى 4 يبقى زاد، والزوايا كان 107 بقى 109.5 يبقى يزداد، يبقى الاجابه هتكون تزداد. وبكده يا صديقي الإجابة هتكون باء، هي دي الإجابة الصح يا صديقي. ما نسبة عدد الروابط التساهمية القطبية بالنسبة لعدد الروابط الكلية في أيون الهيدرينيوم؟ هو أيون الهيدرينيوم ده عبارة عن أكسجين معاه 2 هيدروجين برابطة تساهمية قطبية وواحدة هيدروجين برابطة تناسقية وزوج حر. أنا عدد الروابط الكلية كام؟ عندي 3 روابط، من ضمنهم 2 تساهمي قطبي وواحد تناسقي. هو عايز نسبة الايه؟ نسبة التساهم القطبي. اول ما اقول لك نسبة حتى رياضة، اول ما اقول لك نسبة تقول لي الجزء على الكل في 100، الجزء على الكل في 100. هو عايز يحسب نسبة ايه؟ الروابط التساهمية القطبية، يعني هقول 2 اللي هو عدد الروابط التساهمية القطبية 2 على الكل اللي هو كام؟ 3 روابط في 100، هتلاقيها 66 6 6 6 6 6 كده كتير قوي كده على الآلة، يعني الإجابة هتكون 66.7% يا صديقي. يعني الإجابة هتكون جيم يا صديقي. تعال نكمل آخر سؤالين بالنسبة لإخطر، بعدين نخش على المقالي. ما النسبة بين عدد الروابط التساهمية إلى الروابط التناسقية في جزيء من كلوريد الألمنيوم السائل؟ نتيجة كده نشوف رسمة كلوريد الألمنيوم السائل ونشوفها برضو الكل على الجزء على الكل. تعال نشوف ده رسمة جزيء كلوريد الألمنيوم السائل. بص تعال نشوف كده هو عنده كام رابطة تساهمية قطبية وعنده كام رابطة تناسقية. بص ادي الرابطة دي تساهمية قطبية، ادي عندي 2 بقى عندي 3
4 5 6. يبقى أنا عندي 6 روابط تساهمية قطبية، يبقى 6 روابط قطبية مثلا. طب التناسقية ادي عندي رابطة، ادي 2 بس، كده عندي 2 رابطة تناسقية، يبقى النسبة ما بينهم هتقول 6/2 اللي هي 3/1. ده لو سألني على النسبة. بينما جه قال النسبة المئوية هقول الجزء على الكل في 100. الكل اللي هو مجموع القطبية زائد التناسقية. يعني بص انا دلوقتي الاجابه هنا بيقول لك عايز النسبه ما بينهم، فقلت 3/1 عادي. بس هو لو جه قال لي ما النسبه المئويه لعدد الروابط التناسقيه مثلا، فاقول الجزء على الكل في 100. الجزء اللي هو عدد الروابط التناسقيه اللي هو 2 على الكل اللي هو ايه؟ اللي هو مجموع الروابط التناسقيه مع زائد القطبيه اللي هو 6 زائد 2 8 في 100. هتلاقي الاختيار هيبقى ربع اللي هو 25% يا صديقي. ده انا بديك كده الفكره بس اللي هو ايه، اتمنى اكون فهمتها. بس هو عايز النسبه، فاقول كده 6/2 اللي هي 3/1. خلينا نرجع يا صديقي. فين الاجابه كده 3/1. اي مما يعبر عن التغير الحادث في الشكل الفراغي للماء بعد ارتباطه ببروتون الحمض. ده برضه بيناقش فكره ان الروابط التساهميه التناسقيه هي التساهميه يا صديقي. ازاي؟ اصل بص، كان الاول O معاها 2 هيدروجين و2 حرين، كان AX2E2 كان الشكل زاوي، لان AX2E2 شكله زاوي. بينما بقى عامل ازاي؟ O معاها 3 هيدروجين من ضمنهم واحده برابطه تناسقيه ومعاها زوج حر، بقى على رمز AX3E. ما هو AX3E ده كان هرم ثلاثي القاعدة، يعني اتغير من زاوي لهرم ثلاثي القاعدة. يبقى الاختيار هو ج يا صديقي. تعال بينا نشوف الأسئلة المقالية. علل الشكل الفراغي لجزيء CO2 خطي بينما لجزيء H2O زاوي. ليه الشكل الفراغي ل CO2 خطي و H2O زاوي؟ هقول لك ليه. H2O على صيغة AX2E2 والشكل الفراغي زاوي، بينما CO2 على الصيغة AX2 بس، فالشكل الفراغي خطي. بص بقى السؤال ده يعني قوي جدا وعجبني جدا جدا جدا. قوة التنافر بين زوج حر وزوج حر أكبر من زوج ارتباط وزوج ارتباط. يعني ليه زوج الحر وزوج الحر قوة التنافر ما بينهم أكثر؟ هقول لك ليه. لأن الزوج الحر ده صديقي، أنا خليني أشرحها لك. الزوج الحر ده هل هو بيكون مقيد بأي رابطة؟ لا، ده زوج الارتباط هو اللي بيعمل ربط، مقيد بربطه، بينما الزوج الحر ده غير مقيد بربطه، فبالتالي بيأخذ حيز أكبر في الفراغ. يبقى الإجابة لأن الزوج الحر غير مقيد بروابط فيأخذ حيز أكبر في الفراغ. هنكمل. مقدار الزاوية بين الروابط في جزيء النشادر أقل من الميثان. أصل يا مستر النشادر عنده زوج حر، زوج إلكترونات حر، بينما الميثان ما عندوش حر. وكل ما زادت عدد الأزواج الحرة كل ما قلت الزوايا بين الروابط. قيمة الزاوية بين الروابط التساهمية في جزيء المركب H2O 104.5 أقل من المتوقع 109.5 رغم احتواء الجزيء على 4 أزواج إلكترونات. ليه؟ لأن جزيء الماء يحتوي على زوجين حرين، وعند زيادة الأزواج الحرة تقل قيمة الزوايا بين الروابط. اختلاف مقدار الزاوية بين الروابط في جزيء كل من H2O و NH3 بالرغم من أن الذرة المركزية في كل منهما تحاط ب4 أزواج من الإلكترونات. ليه؟ الاختلاف عدد الأزواج الحرة. أصل النشادر عنده زوج حر بينما H2O عنده زوجين حرين، وكل ما زادت عدد الأزواج الحرة كل ما قلت الزوايا بين الروابط. جزيء CO2 غير قطبي بالرغم من أنه يتضمن رابطتين قطبيتين، لأن محصلة عزم الازدواج تساوي 0 لأنه يأخذ الشكل الفراغي خطي. أصل أقول لك على حاجة غششك معلومة، أي عنصر في الدنيا ما عندوش أزواج إلكترونات حرة يبقى غير قطبي. الجزيء كله غير قطبي. ما تقوليش الرابطة غير قطبية، أنا لو أنت قلت الرابطة غير قطبية أنا حسابي معاك عند ربنا. بس الجزيء غير قطبي بس الرابطة قطبية عادي جدا. طب ازاي؟ يعني اي عنصر بياخد الشكل الفراغي AX2 او AX3 او AX4 دول بيبقوا غير قطبيين. الجزيء كله غير قطبي
بينما الرابطة على حسب، أنا ما أعرفش، أنا بحسب فرق سالبية وأشوف، دي مش بتاعتي. تعال نكمل. جزيء CO2 غير قطبي. لسه حلنا. الرابطة التناسقية تعتبر نوعا خاصا من الرابطة التساهمية. هي اوريدي كده، لأن الرابطة التساهمية هي عبارة عن مشاركة كل ذرة بإلكترون، بينما الرابطة التناسقية هي عبارة عن مشاركة الذرة بزوج إلكترونات والأخرى بأوربيتال فارغ. تعال نكمل. لا توجد أيونات هيدروجين موجبة منفردة في المحاليل الأحماض القوية، لأن بص، انا عارف ان الاحماض القويه دي بتعطيني اتش موجب، بس انا ليه الاتش موجب ده مبقاش موجود؟ لسرعان ما تتفاعل مع الماء لتكوين ايون الهيدرونيوم الموجب، تكون رابطه تناسقيه في ايون الامونيوم. اصل الامونيا كان NH3 كان عنده زوج حر، جميل. وبعدين هيجي في الميه فيها اتش موجب و اتش سالب، هناخد الاتش الموجب. الاتش الموجب ده عنده اوربيتال فارغ، فيجي زوج الالكترونات الحر ده يروح قاعد عند الاوربيتال الفارغ، فيعملوا مع بعض رابطه اسمها رابطه تناسقيه. فاللي بعده، وضح سبب الاشكال الفراغيه للجزيئات. بص، ليه الاشكال الفراغيه للجزيئات مختلفه؟ الاختلاف عدد أزواج الارتباط وعدد الأزواج الحرة. أصل كل ما أزواج الارتباط أو الحرة تختلف فالشكل الفراغي بيختلف. تعال نكمل. استنتج عدد كل من الذرات المرتبطة بالذرة المركزية والأزواج الحرة، وكذلك ترتيب أزواج الإلكترونات للجزيء اللي هو AX2E. مستر اعتبرني أنا كده مش مذاكر. AX2E ده عبارة عن إيه؟ A معاها 2X وواحد زوج حر، يبقى أنا عندي 2 رابطة، يبقى زوجين مرتبطين. وايه تاني؟ عندي ذرتين مرتبطين وعندي زوج حر. ترتيب ازواج الالكترونات، هتعد عدد مناطق الكثافة الالكترونية. لو 2 يبقى خطي، لو 3 مثلث مستوي، لو 4 رباعي الاوجه. تعد مناطق الكثافة الالكترونية، عندي هنا منطقتين كثافة الكترونية وادي التالتة، يبقى انا كده عندي 3 مناطق، يبقى مثلث مستوي. حدد الشكل الفراغي للجزيء الذي يحتوي على ذرتين مرتبطتين بالذرة المركزية وزوج واحد حر. طب ما هو ده AX2E، هو ده الشكل الفراغي. كان ايه؟ شكل فراغي زاوي، وترتيب ازواج الالكترونات كان لسه قايلها لك مثلث مستوي، والاختصار AX2E هو ده بالظبط. تعال نكمل. حدد الشكل الفراغي للجزيء الذي تحتوي فيه الذرة المركزية على كل مما يأتي مع كتابة الاختصار. عنده 2 زوج ارتباط وصفر زوج حر. طب ما 2 ارتباط وصفر حر ده كان AX2، كان شكله فراغي خطي. طب انا لو عندي 2 ارتباط والعدد الكلي لأزواج الإلكترونات حول ذرته المركزية 4، يعني ايه الجملة الأخيرة دي؟ يعني مجموع أزواج الارتباط والأزواج الحرة 4. طب انا عندي 4 اتشال منهم 2 ارتباط، يبقى 2 حرين، يبقى بقت على الشكل AX2E2، شكل فراغي زاوي زي المية. قارن بين كل زوجين مما ياتي تبعا لنظرية فيسيبر من حيث الشكل الفراغي وعدد أزواج الإلكترونات الحرة والمرتبطة. بالراحة. المثال كان على الرمز AX4، بينما BEF2 كان على الرمز AX2. الميزان AX4 كان شكله الفراغي رباعي الأوجه وعدد أزواج الحرة 4 وعنده صفر. معلش أنا آسف، نكمل. شكله الفراغي رباعي الأوجه، عدد أزواج الإلكترونات المرتبطة 4. طب عدد الأزواج الحرة ما عندوش. طيب تعالى BEF2 AX2 يبقى خطي، الأزواج الحرة ما عندوش، الأزواج المرتبطة 2. BF3 كان AX3 وSO2 كان يا صديقي AX2E. بالراحة. الشكل الفراغي BF3 كان مثلث مستوي، SO2 كان زاوي، بينما الأزواج الحرة BF3 ما عندوش، بينما SO2 عنده زوج إلكترونات حرة. طب المرتبطة BF3 عنده 3 وSO2 عنده 2 بس يا صديقي. تعال نكمل. في ضوء نظرية فيسيبر حد الشكل الفراغي والاختصار المعبر عن المركبات الآتية.
خلينا نحلها بطريقه سريعه. BH3 هو خد NH3 استبدل النيتروجين بالفوسفور عادي. NH3 كان على صيغه AX3E يبقى BH3AX3E. طيب الشكل الفراغي هرم ثلاثي القاعده. طب ترتيب ازواج الالكترونات كان رباعي الاوجه. طب SO3 ده يا صديقي كان عامل ازاي؟ خلينا نرسمه. عندي S معاها 3 اكسجين وما عنديش ازواج الكترونات حره، يعني AX3 ده ما عندوش ازواج الكترونات حره. والشكل الفراغي كان مثلث مستوي. تعال نشوف. ارسم شكل جزيء BCl3 بطريقه لويس النقطيه ثم اجب على الاسئله الاتيه. خلينا نرسم. الفوسفور 15 2 8 5 يعني عنده 5 الكترونات في غلاف التكافؤ. اكتب B 5 الكترونات في غلاف التكافؤ. وعندي 3 كلور وعايزها بطريقه لويس 2 8 7 يعني عنده 7 الكترونات في غلاف التكافؤ. خلي الفرداني مع الفرداني، خلي الفرداني مع الفرداني. هنا كده يا صديقي. ماذا بعد؟ عايز نرسمهم بطريقه لويس. ادي الرابطه، ادي الثانيه. خلينا نرسم واحده كلورايه ثانيه عشان نسيناها. 1 2 3 4 5 6 7 اهي. عايز ايه بقى؟ حدد الاختصار المعبر عن جزيء المركب طبعا لنظريه تنافر الازواج. انا عندي 3 ازواج ارتباط وزوج حر يعني AX3E. هل يخضع هذا الجزيء لقاعده الثمانيات ام لا؟ تعال نشوف كده الفوسفور حوالي كام الكترون. ادي 2 وادي 4 وادي 6 وادي 8 يبقى يخضع لان حوالينه 8 الكترونات. رتب جزيئات المركبات الآتية تنازليا طبعا لقيم الزوايا. بص يا صديقي تعال نكمل، نمسح بس الأول ونكمل عشان عايزين مساحة شوية. SO3 ده يا صديقي كان لسه قايل لك AX3 ده كان الزاوية 120. طب السيليكون SiCl4 هو CH4 بس استبدل الكربون بالسيليكون. يجوز يا مستر، يعني كده الزاوية 109.5. طب BeH3 زي BeF3 كان 180. طب BCl3 زي NH3 كان الزاوية 107. يعني أعلى واحدة هي BeH3 وبعديها SO3 وبعديها SiCl4 وبعديها BCl3. سؤال 65. عنصر ايه توزيع الالكتروني 1s2 2s2 2bx1 2by1 2bz1. تيجي كده نعد 2 و2 4 و1 5 و1 6 و1 7. طيب ده كده عنده 7 الكترونات. ده النيتروجين 7 وعنصر بي توزيع الالكترون 1s1 ده الهيدروجين. طيب عايز ايه بقى؟ صيغه المركب الناتج. طب ما هو ان النيتروجين لما بيتفاعل مع الهيدروجين بيديني NH3 وكان اختصاره AX3E. كان شكله الفراغي هرم ثلاثي القاعده وترتيب ازواج الالكترونات مثلث مستوي. هو عايز ايه بقى؟ قيم الزوايا بين الروابط كان 107. ماشي. ايه تاني يا صديقي؟ عدد ازواج الالكترونات الحره في المركب الناتج عنده 1. طب عدد ازواج الارتباط عنده 3. سؤال 66. لديك 4 عناصر A و B و C و D. السلبية الكهربية هم الآن. كون من هذه المركبات تساهمية قطبية يعني لا فلز ولا فلز. ما ينفعش يقول لي فلز وفلز. 19 ده كان الفوسفور، كان البوتاسيوم الكي 19 اللي هو العنصر دي ده بوتاسيوم. ما ينفعش اقول دي مع ايه، بس ممكن اقول 8 اللي هو بي مع ايه او سي مع ايه. بناء على ايه؟ فرق السلبية. لو اكبر من 4/10 واقل من 1.7 يبقى تساهمي قطبي. تعالوا نشوف بقى. اقول لك ان الدي ده 8/10. انا مش دعوه بالدي عشان هو كده كده اصلا فلز. السي ب3 والايه ب2.1/10. 3 ناقص 2.1/10 يبقى 9/10 يعني تساهمي قطبي. يعني السي مع الايه. ليه 9/10 تساهمي قطبي؟ علشان هو 9/10 دي ما بين 4/10 وال1.7. ده علاقه بالدرس الاول. طب الروابط الايونيه تعال نكمل برضو، معلش نكمل تاني. قلنا سي مع ايه؟ تعال نشوف بي مع ايه. بي 3.5 و2.1/10. 3.5 و2.1/10 هيديني 1.4. ما زال 1.4 اقل من 1.7 واكبر من 4. يعني كمان البي مع الايه. طب عايز اكون مركبات ايونيه وش دي مع ايه، لان الفرق السلبيه
اكبر من 1.7، ممكن اقول دي مع ايه؟ دي مع بي، دي مع سي برضو. ليه بالراحة. الدي ب8 والاي ب2.1، هتقول لي 2.1 ناقص 8، خلينا نحسبها يا صديقي. دي مع ايه؟ تعال نشوف الاحتمال. 2.1 ناقص 8 اللي هي 1.3، دي اقل من 1.7، يبقى كده يا صديقي معلش دي مع ايه؟ دي هتروح للمركبات السهمية القطبية، يبقى دي مع ايه؟ دي غلطة مني معلش. طب الدي مع بي، تعال نشوف. 8 والبي 3.5 ناقص 8، 3.5 ناقص 8 هيديني 2.7، يعني أكبر من 1.7، صح. طب دي مع سي 8 ناقص 3، يعني كام يا صديقي؟ 3 ناقص 8 هيديني 2.2، يعني أعلى من 1.7. هي دي المركبات الآتية. اذكر الشكل الفراغي للجزيء الناتج من اتحاد ذرتين من A مع ذرة من البي. ذرتين من A ده عبارة عن هيدروجين أصلا، والبي 8 يعني 2 6. خلي بالك 2 6 يعني حوالي 6 إلكترونات. ال8 دي كانت أكسجين، يعني O و2 H. ده كان الشكل الفراغي زاوي وعلى الصيغة AX2E2. يرتبط العنصران X4 و Y7 مع الهيدروجين لتكوين الجزيئين XH4 و YH3. ارسم شكل الويس النقطي لكل من المركبين. ماشي. المركب الأول YH3، الواي حوالينها 5 إلكترونات. ليه؟ 7 2 5، يعني 1 2 3 4 5، وعندها 3 هيدروجين. طب التاني XH2، الإكس 4 يعني 2 2، يعني حواليها 2 إلكترون والاتنين مع الهيدروجين. طيب الشكل الفراغي الإكس اتش 2 خطي، بينما واي اتش 3 خلي بالك على الصيغة اكس 3 اي، يعني هرم ثلاثي القاعدة. ايه الجزيئان له عزم قطبي؟ مش انا قلت لك له عزم قطبي يعني عنده ازواج حرة؟ ليه؟ اصل هي اللي ما عندهاش ازواج حرة ما بيبقاش عندها عزم قطبي. فمين اللي عندها ازواج حرة؟ واي اتش 3، يبقى الاجابة هتكون واي اتش 3. تعال نشوف تعال نكمل. عايز قطبية الرابط قطبية الجزيء. خلي بالك قطبية الروابط انا بحسبها من فرق سالبية، بينما قطبية الجزيء ممكن يكون الروابط سهمية قطبية بس الجزيء كله غير قطبي. امتى؟ لما ما يكونش عنده ازواج حرة، يعني على الصيغة AX2 او AX3 او AX4. هنكمل. BeCl2 هو قطبية الروابط. تعال نشوف. بريليوم 1.5 والCl 3 ناقص 1.5، يبقى المركب غير قطبي. يبقى كده الجزيء كله هو اصلا ما عندوش ازواج حرة. اصل هو البريليوم كده يا صديق عنده ايه؟ نقطتين بس كلهم مشاركين بالروابط، يعني ما عندوش ازواج حرة، يبقى برضه غير قطبي. بينما H2O تعال نشوف. ال H ب2.1 والO ب3.5، هتطرحهم 3.5 ناقص 2.1 هتلاقيها يا صديقي 1.4، يعني الرابطة قطبية والجزيء قطبي برضه عشان فيها أزواج حرة. قارن بين الرابطة التساهمية والرابطة التناسقية من حيث منشأ زوج الإلكترونات. الرابطة التساهمية كل ذرة بتشارك بإلكترون، بينما التناسقية ذرة بتشارك بجميع الإلكترونات بس. يعني الرابطة التناسقية منشأها من ذرتين، التناسقية ذرة واحدة بس. حدد نوع الرابط فيه مركب كربونات الكالسيوم وكربونات الأمونيوم. كربونات الأمونيوم NH4 2CO3 بالراحة. NH4 2CO3 عايز نوع الروابط يعني مش عددهم. بص NH4 هو عبارة عن نيتروجين معاها 3 هيدروجين وواحدة كمان بس برابطة تناسقية. طيب تعال نكمل. ده كده سالب، ده كده موجب عذرا. CO3 سي معاها 3 أكسجين ماشي، ويا صديقي ده سالب. طب ما هو أول حاجة بالموجب وسالب رابطة أيونية، يبقى كده عندي أول نوع رابطة أيونية. طب بص هنا بالظبط اللي هي النيتروجين والهيدروجين أو الكربون والأكسجين تساهمية قطبية، يبقى أنا كده بقى عندي نوعين. النوع الثالث عندي رابطة تناسقية هنا
يبقى كده عندي 3 انواع: تساهميه قطبيه بين النيتروجين والهيدروجين، وروابط تساهميه قطبيه بين الكربون والاكسجين والنيتروجين والهيدروجين، وروابط ايونيه ما بين ال NH4 كله والسي او 3 كله. تعال نشوف اخر حاجه وهي اسئله المهارات العليا. الزاويه بين الروابط تكون اقل ما يمكن في جزيء ايه؟ عايز اعلى حاجه فيها ازواج حره. ال NF3 عنده زوج حر زي NH3. طب CCl4 ما عندوش صفر. SO2 لسه راسمهولك كان عنده زوج حر، بينما H2S عامل زي H2O عنده 2 حرين. فهي دي الاجابه الصحيحه يا صديقي. مركب AB3 الذي يكون التهجين في ذراته المركزيه SB3 يكون الشكل فراغي ليه؟ ما تستعجلش تقول لي مثلث مستقيم، ارسم الاول. AB3 هو عباره عن ايه معاها 3B، صح؟ صح يا مستر فعلا، ايه معاها 3B. طيب لو احنا خليناها كده AB3 بالشكل ده وجينا نشوف التهجين، شوف نوع التهجين هيبقى 3 سيجما بس وما عنديش ازواج حره، يبقى التهجين من النوع SB2، بس هو بيقول لك التهجين من النوع SB3. يعني كده هتزود لي منطقه كثافه الكترونيه، هتحطها كزوج حر. كده تعالى نشوف بقى عدد مناطق الكثافه الالكترونيه بتساوي عدد الاوربيتالات المهجنه بتساوي عدد الروابط سيجما زائد عدد الازواج الحره. عندي 3 سيجما وعندي زوج واحد حر، يعني كده عندي 4 اوربيتالات مهجنه، يبقى التهجين من النوع SB3. يبقى الشكل الفراغي هرم ثلاثي القاعده يا صديقي، وبكده الاختيار هو هيكون باء يا صديقي. تعالى نكمل. أي التحويلات الآتية تتضمن تغيير في كل من الشكل الفراغي للجزيء ونوع التهجين في ذراته المركزية؟ بص، هم كلهم لو خدت بالك بيزودوا عدد الروابط، فبالتالي هيتغير الشكل الفراغي. ولكن مين فيهم بقى بيغير نوع التهجين؟ مين فيهم اللي غير مناطق الكثافة الإلكترونية؟ تعال نشوف كده H2O و H3O. وكان H2O كان H معاها 2 هيدروجين وعندي زوجين حرين، يبقى كده عندي كام منطقة كثافة إلكترونية؟ عندي 4، 2 ارتباط و2 حرين. طيب اتحول ل H3O، O معاها 3 هيدروجين، الفرق إن في واحدة برابطة تناسقية وزوج حر. أنا كده عندي كام منطقة كثافة إلكترونية؟ 4 برضه، فما غيرش نوع التهجين. طب NH3 و NH4 نفس الفكرة، إن عندها زوج حر ومعاها 3 هيدروجين. طيب التانية NH4 معاها 4 هيدروجين بس ما عندهاش ازواج حره. عدد مناطق الكثافه الالكترونيه هنا وهنا هتلاقيها 4. طيب CH4 و C2H6، CH4 و C2H6 ما تيجي نشوف. CH4 هو عباره عن كربون معاه 4 هيدروجين، يبقى كده عندي كام منطقه كثافه الكترونيه؟ 4. لما C2H6 C معاها 2 C كل واحده معاها 3، برضو مناطق الكثافة الإلكترونية عندي 4 لكل كربوناية. كده الإجابة هتكون BF3. ليه بقى؟ أصل بص عايز تعرف الحاجة اللي هي بتغير الشكل الفراغي أو كده، دور على جزيء، الجزيء ده الذرة المركزية اللي فيه ذرة مستقبلة. ليه؟ أصل الذرة المستقبلة دي عندها أوربيتال فارغ، فعدد الروابط بتاعها هيزيد والأزواج الحرة هي، فبالتالي هيكون الشكل الفراغي متغير والتهجين متغير، في مناطق الكثافه بتتغير. يا مستر انا مش فاهمك، هقول لك تعالى اوريك. BF3 ده كان بورون معاه 3 فلور ماشي، وما عندوش ازواج الكترونات حره بس عنده اوربيتال فاضي. بقى BF4 بقى عامل ازاي؟ B معاه 4 فلور بس الفرق ان في واحده برابطه تناسقيه، فكده بالتالي عند المناطق الكثافة الإلكترونية كان 3 بقى 4، فبالتالي التهجين هيتغير يا صديقي. هذه الفكرة، فأنت دور على حاجة اللي هي إيه بتبقى الذرة المركزية فيها ذرة مستقبلة، دي اللي هتغير نوع التهجين. هنكمل. كل مما يلي صحيحا بالنسبة للشكل الفراغي للجزيئات ونوع التهجين في الذرة المركزية لكل منهما معا. AB2 ده خطي، بص AB2 ده عدد مناطق الكثافة الإلكترونية عنده 2 زي AX2، اصلا ما كانش عندي مناطق كثافه الكترونيه غير في AX2، كان الشكل الفراغي خطي والتهجين SB برضو، فالصح ليه SB؟ لو ايه معاها 2X فعنده منطقتين كثافه الكترونيه، فالعدد الاوربيتالات المهجنه 2، فنوع التهجين SB. طب WZ2 ده 3 مناطق كثافه الكترونيه. تعال نشوف الاختيار، يا اما AX3 فيبقى مثلث مستوي، يا اما AX2E
ماشي AX3 أو AX2E عدد مناطق الكثافة الإلكترونية في الحالتين 3، فبالتالي التهجين من النوع SB2. طب بيقولك WZ2 زاوي، هو ينفع زاوي، والتهجين SB2 صح، فأنا بيقولك ما عدا، فاختار اللي ما عدا. طب XW3 ده عنده 4 مناطق كثافة إلكترونية، ده أنا كده عندي 3 احتمالات، AX4 أو AX3E أو AX2E2، كلهم التهجين من النوع SB3، ولكن الشكل الفراغي ده رباعي الأوجه ماشي، بينما ده هرم ثلاثي القاعدة، بينما AX2E2 ده زاوي. فبيقول لك ايه XY2 ممكن يكون مثلث مستوي؟ غلط، مش ده الاحتمال اللي انا عايزه، فده الاختيار اللي انا هختاره يا صديقي. كل الاجابه جيم. بينما بيقول لك AY4 ده كان عنده كام منطقه كثافه؟ عنده 4 برضو، ينفع يبقى 4 الاوجه؟ ينفع يا صديقي. كده يا صديقي احنا كده خلصنا تدريبات الدرس الثالث بالكامل من كتاب الامتحان. ممكن يكون طولنا شويه، بس انا بشرح لك كل حاجه بالتفصيل وبديك تريكات الحل كده يا صديقي. في النهاية يا صديقي أحب أقول لك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتخش جروب التليجرام اللي هتلاقيه في الوصف الفيديو. كان معكم زياد مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.